بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. في الفيديو ده هنتكلم عن تالت مفهوم من مفاهيم السوليد برينسيبل، هو الليسكوف سبستيتيوشن برينسيبل. الليسكوف سبستيتيوشن برينسيبل هو بكل اختصار أن تقدر تحط كلاس الابن مكان الكلاس الأب من غير ما يحصل أي مشكلة. خلينا نشوف مثال عملي دلوقتي. هنفترض إن احنا عندنا طباخ أساسي. الطباخ ده طبعا هو اللي بياخد الأوردرات وبعدين يوزعها على الطباخين المساعدين ليه. والطباخين المساعدين دول حاليا كل واحد متخصص في حاجة معينة. ده بيعمل الفراخ، وده بيعمل البرجر، وده بيعمل البيتزا. وفي نفس الوقت كل واحد فيهم يقدر يعمل التلاتة دول مع بعض. تمام. يعني لو حصل أي مشكلة، أي واحد فيهم يقدر يحل محل الكلاس أو الطباخ الكبير، ويقدر يمشي الدنيا والطباخ الكبير ده مش موجود. هنا احنا بنكمل على نفس الكود بتاع الفيديو اللي فات. تمام. احنا طبعا كنا مطبقين هنا السنجل ريسبونسابيلتي ومطبقين الاوبن كلوزد. فاحنا هنا هنبدأ من اول الشيف. كان عندنا شيف في الفيديو اللي فات، شيف اساسي. تمام. في الفيديو ده بقى هنضيف شيف تاني وهو الخاص بالبيتزا، وشيف خاص بالبرجر. تمام. الشيف بتاع البيتزا بيرث من الشيف الاساسي، وكذلك الشيف بتاع الايه بتاع البرجر. فخلينا نقول هنا في المين الشيف هو الكلاس الايه الاساسي، وده البيتزا شيف وهو الاوبجكت بتاع السب كلاس او المساعد الشيف او الشيف اللي هو بيرث من الشيف او الطباخ الاساسي. تمام. هنا نقدر نحط الاوبجكت بتاع الشيف الاساسي، او نحط الاوبجكت بتاع الكلاس الخاص بالشيف بتاع البيتزا وهو الايه الكلاس الايه الابن. يعني ممكن هنا نقول الشيف هو الكلاس الاساسي. تمام. وبعدين ممكن نشيل دي مش هنحتاجها. نشغل كده، فهو هيعمل لنا البيتزا. طب نفترض ان احنا شلنا الاوبجكت بتاع الشيف وحطينا الاوبجكت بتاع البيتزا شيف، هيكون الايه البيتزا برضو. تمام. وده مبدأ السكوف، ان الاوبجكت بتاع الكلاس الاساسي نقدر ان احنا نغيره بالاوبجكت بتاع الكلاس الابن، وبكده نكون طبقنا مبدأ السكوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.